بعد شهر كامل، فريق مكون من 4 مغامرين كان بيتمشى في نفس المدينة. واحد فيهم أصلع بلحية حمراء قال بانزعاج: غريبة، اليوم كله بندور ومفيش ولا وحش ظهر. واحد من اللي معاه قال: أكيد حصل هجرة مجاعية. القائد هز راسه وقال: حتى لو هجرة مستحيل تفضل المدينة كلها بالشكل ده. وقبل ما يكملوا، وحش ضخم ظهر قدامهم، نمر بأذرع عضلية وأنياب طويلة. الكل اتفزع في الأول، وبعدين القائد قال: أهو أخيراً لقينا واحد. الكل يهجم مع بعضه. بس قبل ما يتحركوا، برق بنفسجي نزل من السماء على شكل رمح عملاق وضرب الوحش ضربة واحدة. انفجار ضخم حصل، دخان وتراب وكل حاجة اختفت، والوحش اتبخر. الفريق كله اتجمد مكانه. واحد قال بخوف: هو ده سلاح ليزر جديد؟ القائد رد بسرعة وقال: لا، لو ليزر كان أسرع من كده، دي قدرة برق قوية جدا. وبص حواليه وقال بقلق: المكان ده واضح انه بقى تحت سيطرة مستخدم قوي جدا، ننسحب فورا. الجنود بدأوا يجروا، واحد منهم قال: دلوقتي فهمت ليه مفيش وحوش هنا، كله اتمسح من اللي ضرب الرمح ده. القائد صرخ فيهم: اجروا بسرعة قبل ما يغضب ويشوفنا. والكاميرا أو المشهد اتحرك وورى شو جينج مينج واقف على سطح مبنى عالي، ماسك رمحه مصنعه من البرق البنفسجي والهدوء على وشه. قدامه ظهرت نافذة نظام فيها رسالة بتقول: تم قتل وحش النمر السيفي من المستوى الثاني، زائد 19 نقطة قدرة. ابتسم وقال: تمام، دلوقتي مدى رمح البرق وصل لأكتر من 1000 متر. فتح لوحة الحالة بتاعته وشاف الإنجازات. خلال الشهر ده جمع أكتر من 8000 نقطة قدرة، وارتقى من مستخدم من المستوى الأول العالي لمستخدم من المستوى الثاني العالي. وجسمه البرقي الغير قابل للتدمير وصل للمستوى الثالث، والتقنيات اللي كانت A رانك بقت كلها في المستوى المتوسط. ضحك وقال: مفيش حد يقدر يحقق ده في شهر غيري. قرر خلاص يسيب المدينة ويرجع للقاعدة يرتاح قبل ما يكمل للعمق. اليوم اللي بعده رجع شو جينج مينج للقاعدة والناس كلها بصت له بذهول. كان شايل شنطة ضخمة جدا باين إنها تقيلة فوق التصور. واحد قال لصاحبه: هو الشنطة دي ماشية لوحدها ولا إيه؟ شكله جايب نص البرية معاه. شو فكر في نفسه وهو بيضحك: كويس إن اشتريت النسخة المقوية من الشنطة، وإلا كانت اتقطعت. جواها أكتر من 400 كيلو مواد من الوحوش. دخل القاعة وراح لمكتب البيع. الموظفة سألته بابتسامة: تحب تبيع إيه النهاردة؟ قال لها: حوالي 400 كيلو مواد من وحوش المستوى الثاني، شوفي لي سعرهم. الست فتحت الشنطة وشها اتغير، عينيها وسعت وهي شايفة الجبل من أجزاء وحوش غالية، أوتار نمر، مخالب، قرون وحيد القرن. قالت بخجل: ثواني من فضلك، الكمية دي كبيرة قوي، لازم أجيب المدير. وبعد شوية راجل أنيق داخل معاه بنتين لابسين فساتين حمراء، قدم نفسه وقال: أنا المدير شياوي، المسؤول عن المشتريات. سلموا عليه وقال بإعجاب: شاب صغير زيك قدر يصطاد كل ده، مبهر فعلا. وقعد معاه وقال له يستنى وهو هيخلي فريقه يقيم البضاعة. العمال بدأوا يفحصوا القطع باستخدام طيارات مسح صغيرة، وشياوي كان كل شوية يبص على شو جينج مينج بإعجاب أكتر. قرر يكسب وده فطلع كارت بلاتيني وقال له: ده كارت العضوية المميزة في القاعدة، بيخليك تاخد خصومات كبيرة على أي مشتريات. شو شكره بابتسامة وأخده. وبعد شوية الموظفة رجعت بالتقرير وقالت: المجموع 89 قطعة عالية الجودة، 107 متوسطة، و221 منخفضة، كلهم من وحوش المستوى الثاني. المدير اتصدم من الرقم وقال في نفسه: الواد ده أكيد مسح عرين وحوش كامل لوحده. وبصله وقال بابتسامة: القيمة الإجمالية 24 مليون و760 ألف، نخليهم 25 مليون. شو ابتسم وقال: متشكر جدا. وبعد ثواني جات له رسالة في موبايله بتأكيد الإيداع، رصيده بقى فوق 29 مليون. ابتسم وقال لنفسه: كده أقدر أقول رسمياً بقيت غني. وهو ماشي المدير اداله كارت شخصي وقال له: تعال نتقابل على الشاي قريب. شو رد بأدب: أكيد. بس أول ما خرج تليفون المدير رن. اللي بيتصل كان شياو تشون لين من على سرير المستشفى، جسمه كله متجبس وقاعد على كرسي متحرك. كان بيصرخ بغضب: أنا شفت الواد اللي ضربني رجع القاعدة، ساعدني أخلص عليه. المدير قال بهدوء: تقصد المستخدم من المستوى الأول العالي، عايز أتعامل إزاي؟ شون لين قال وهو بيزعق: ابعت له فرقة قرش النمر، خليه يندم على اليوم اللي اتولد فيه. المدير وافق وقال: تمام، بس دي آخر مرة بينا. شون لين قال:
تمام، أول ما خلص انتقامي هسيب المدينة كلها. بعد ما قفل، المدير حس بحاجة غريبة، قلق مش مفهوم. قال لنفسه أكيد توتر، بس الفرقة دي كلها من مستخدمين المستوى التاني، مش ممكن يخسروا قدام مستخدم أول. وفي اللحظة دي شو زينج مينج وهو ماشي في الشارع عطس فجأة وقال وهو بيحرك مناخيره: غريبة، مين اللي بيجيب سيرتي دلوقتي؟ المدير شياو يي كان بيتكلم في التليفون مع رئيسه المباشر، بيحكي له بحماس عن مستخدم قدرات جديد اسمه تشيو جينج مينج. بيقول له إن الكمية اللي جمعها من مواد الوحوش لوحده أكتر من اللي جابوها فرق كاملة مجتمع. أول ما سمع الاسم فتح السجلات بسرعة وبدأ يدور. أول ما شاف الملف عينيه اتوسعت من الصدمة. على طول اتصل بشياوي بنبرة فيها توتر وقال له: الولد ده مهم جدا، أول ما يرجع القاعدة بلغني فورا. شياوي يوافق وهو مش فاهم ازاي شاب صغير ممكن يخلي رئيسه كده يتوتر. في دماغه قال: أكيد وراه أصل كبير، كويس إني كنت محترمه. وفي مكتب وانغ شوانج قعد يتفرج على ملف تشيو جينج مينج، ولما شاف الاسم افتكر إنه واحد من تلاميذ المعلم الأسطوري يانج جينج تيان، بل ولقى إن موهبته ممكن تكون أعلى من ليو مينج، تلميذ تاني عند نفس المعلم. ابتسم بخوف وقال لنفسه: ده عبقري وما ينفعش أي حد يزعله أبدا. وفي الناحية التانية تشيو جينج مينج كان بيتمشى في الشارع التجاري وشاف محل بيبيع خواتم تخزين فراغية. أول ما شاف الأسعار اتصدم، حتى أبسط موديل حجمه زي الشنطة الصغيرة تمنه فوق ال10 مليون. بس مع كده الفكرة عجبته جدا، وكان بيفكر قد إيه هيكون عملي لو قدر يجيب واحد كبير كفاية يشيل رمحه. وفجأة تليفونه رن، فتح الخط وسمع صوت صاحبه المرح ليو وينتاو بيسأله: هترجع الجامعة إمتى يا راجل؟ تشو رد وهو بيضحك: بعد نص شهر كده. ليه، في حاجة؟ هو ما كانش يعرف إن في ناس بتراقبه في الوقت ده. في زقاق مظلم مش بعيد كان شياو تشونلين قاعد على كرسي متحرك، حواليه مجموعة مرتزقة فركة النمر القرش. القاعد راجل شعره أصفر ومقطوع دراعه، بيقول لهم بنبرة حقد: الهدف هناك، اكسروا له إيديه ورجليه وبعدين هاتهولي. واحدة من الفريق اسمها جياو أومأت برأسها وهي بتقول: تمام يا قائد. وفي اللحظة دي تشو جينج مينج كان لسه بيكمل مكالمته، وليو وينتاو بدأ يحكي له عن طالب جديد في الجامعة مغرور جدا. لكن فجأة تشو وقف في نص الكلام، حس بنظرات عدوانية حواليه. ليو وينتاو سأله بقلق: إيه، حصل حاجة؟ تشو قال له بهدوء: لا ولا حاجة، كمل بس كلامك. ودخل الزقاق الفاضي بهدوء وهو عارف إن في كمين مستنيه. في الظل قائد فرقة النمر القرش رفع إيده وأشار وقال: الهدف هناك، هجي، حللي قوته بسرعة. واحد من الفريق ضحك وقال: بجد؟ كل الحذر ده من مستخدم مستوى أول؟ لكن بعد لحظات هيجي بدأت تستخدم قدرتها النفسية ووشها اتقلب، عينها اتوسعت وهي بتصرخ: المستوى ده مستحيل. القائد اتوتر وقال: في ايه؟ شفت ايه؟ نقلت له رؤيتها النفسية وخلت باقي الفريق يشوف معاها. كلهم شافوا هالتهم ضعيفة وصغيرة، لكن هالة شو جينج بينج كانت زي دوامة عملاقة بنفسجية اللون بتسحب كل حاجة حواليها. كلهم اتجمدوا مكانهم من الرعب، فهموا انهم قدام وحش مش انسان، قوته اعلى بكتير من مستخدم المستوى التاني، وفعليا ممكن يمسحهم في ثانية. القائد وشه اتحول لغضب وهو بيصرخ: اللعنة، المعلومة اللي جابها شياو تشونلين كانت غلط، ده بعتنا نموت. صرخ بأعلى صوته: انسحبوا فورا، العملية انتهت. وفجأة الفريق كله اختفى من الزقاق في لحظة. تشو جينج مينج بص حواليه باستغراب وقال لنفسه: ايه اللي حصل؟ ليه هربوا فجأة؟ وبعدين ضحك بخفة وقال: اكيد ده شغل شياو تشونلين، واضح انه لسه مش متعلم، المرة الجاية هعلمه الأدب بنفسي. المشهد اتنقل لمكتب المدير الكبير وانغ شوانج، كان بيزعق بغضب، خبط على المكتب لدرجة ان الورق طار من فوقيه وقال بصوت هدر: مين اداله الجرأة انه يهاجم تشيو جينج مينج؟ مين؟ شياوي واقف قدامه مرعوب وبيقول له: بس يا فندم، ده لسه طالب في المستوى التاني العالي، يعني مش محتاج كل ده. وانغ شوانج بصله بنظرة غضب وقال له: انت غبي؟ الولد ده تلميذ الأسطورة يانج جينج تيان، الراجل اللي لو حب يهد القاعدة دي على دماغنا الدولة نفسها مش هتقدر تقول له لأ. رفع ايده وأشار، فدخلوا الحراس شايلين شياو تشونلين
مكسر ومتغطي دم. رموه على الأرض وهو بيعيط وبيقول: أرجوكوا سامحوني، أنا ما كنتش أقصد. شياوي بصله ببرود وقال: اللي عملته ده ما يتغفرش، أنت السبب في كل المصيبة دي. مد إيده في ثانية كسر رقبته من غير أي تردد. القاعة سكتت تماما، مفيش صوت غير أنفاس الخوف. وانغ شوانج بصله ببرود مريب وقال: فاكر كده كفاية؟ لا، اللي حصل كبير قوي، واللي زيه ما يتسابوش. كل اللي شارك في اللي حصل، حتى فرقة النمر القرش، لازم يتعاقبوا. محدش يعرف اللي حصل، مفهوم؟ شياوي كان يرتعش وهو بيهز راسه. مفهوم سيدي. المشهد بعد كده بيتنقل قدام قاعة المغامرين. كل إدارة القاعدة واقفة صف واحد محترم، لابسين رسمي. الجماهير واقفة بتتفرج، ومنهم شياو تشين والفريق بتاعهم، واللي اتصدموا وقالوا: إيه ده؟ كل المديرين هنا؟ أكيد في حد مهم جاي. وفجأة شافوا شاب جاي من بعيد، وواحدة منهم قالت: مش ده طالب من جامعة مودو، تشيو جينج مينج؟ الناس اتفاجئت وهو ماشي ناحية القاعة، مش فاهم ليه كل واقف كده. لكن أول ما وصل خرج المدير العام بنفسه، ابتسم له وقال: أهلا وسهلا بالطالب تشيو جينج مينج، أنا المدير التنفيذي للقاعدة وانغ لون، تشرفنا. الناس اتجمدت في مكانها، مدير القاعدة بنفسه بيستقبله. شياو تشين والفريق بتاعهم مش مصدقين عينيهم. وانغ لون كمل الكلام وقال باحترام: بالنيابة عن كل إدارة القاعدة بنعتذر لك على اللي حصل. الشخص اللي أذاك شياو تشونلين تم معاقبته، والباقي كلهم اتقبض عليهم وهيقضوا حياتهم في السجن. وبعدين أشار لواحدة من المساعدات اللي جابت صندوق صغير، فتحته وطلعت منه بطاقة العضوية السوداء الذهبية، أعلى مستوى في القاعدة. قال له: البطاقة دي بتخليك تنزل مجانا في أي فندق تابع للقاعدة، وكمان خصم 20% على أي مشتريات. وبعدين جابوا صندوق تاني صغير، فتحوه، جواه خاتم تخزين فراغي حجمه متر مكعب كامل. تيو جينج مينج اتصدم وقال لنفسه: القيمة دي مهولة، الناس دي بتتصرف بسرعة فعلا.